السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور عصام طاحون، استشاري التغذية جامعة القاهرة. هعمل سلسلة فيديوهات إن شاء الله عن مرض السكري النوع الثاني، وإزاي نعالجه بالتغذية وبالرياضة بدون اللجوء لأي نوع من أنواع الأدوية. السلسلة دي هتخص أكتر الناس اللي هي في مرحلة ما قبل السكري، والناس اللي هي لسه مصابة بالسكر في مدة زمنية ما عدتش ال3 سنين، يعني لسه متشخص بالمرض بقاله سنة أو 2 أو 3. في السلسلة دي هنتكلم بالتفصيل الممل عن أسباب السكر النوع التاني وليه بيجي، وعن الأكل والشرب المفروض النظام الغذائي المفروض نمشي بيه مع مرضى السكري النوع التاني. وهنتكلم عن دور الرياضة في الموضوع، وهنتكلم إزاي تحديدا أنت تطبق نظام غذائي صحي يغنيك عن فكرة إن أنت تعيش بالأدوية طول عمرك. اول حاجه نتكلم فيها في الفيديو ده عشان ما يعديش بدون فايده، ان احنا نتكلم عن الفرق ما بين النوع الاولاني والتاني. النوع الاولاني من مرض السكري هو النوع اللي بيحصل فيه ضمور لخلايا البنكرياس. الضمور ده بيحصل فجاه نتيجه لمرض مناعي بيدمر خلايا البنكرياس، فخلاص ما عادش فيه الخلايا اللي بتفرز انسولين، فمحتاج انسولين خارجي يعيش بيه. ولحد النهارده مفيش علاج تاني غير الانسولين الخارجي اللي هيمشي بيه مع نظام غذائي صحي ويتعايش مع المرض ويكون صديق ليه. مش هنتكلم اكتر من كده عن المرض ده او النوع ده دلوقتي، وهننقل على النوع الثاني لان هو المعني بالكلام حاليا. النوع الثاني الفرق الجوهري ما بينه وما بين النوع الاول، واللي بيدي امل كبير جدا جدا للعلاج، هي فكره مقاومه الانسولين. بمعنى ان انت البنكرياس بتاعك شغال وبيفرز انسولين، لكن لاسباب كتيره جدا الانسولين ده مش قادر يقوم بدوره اللي بيعمله، ويلاقي مقاومه شديده جدا ومش قادر ياخد السكر من الخلايا من الدم ويدخلها الخلايا عشان تتحرق. فبيحصل تراكم للسكر في الدم بمنتهى البساطه. يعني هنشبه الانسولين بالمفتاح والخلايا بالقفل. فلما انت بتاكل النشويات بتنزل في الدم بتتكسر لجلوكوز، الجلوكوز بيتاخد يدخل الخليه، الانسولين هو اللي بيدخله الخليه، فبيشيل السكر ياخده ويدخله جوه الخليه عشان يتحرق. لما بيجي يشيله ويدخله بيلاقي سكته مسدوده، هي دي المقاومه، سكته مسدوده فبيحصل تراكم للسكر في الدم، وهي دي مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين دي يمكن علاجها علاج تام اول 3 سنين، علاج تام ونهائي اول 3 سنين. العلاج التام والنهائي ده بنظام تغذيه ورياضه فقط، وده ان شاء الله رب العالمين اللي هنتكلم عليه باستفاضه في الفيديوهات الجايه. ده فيديو اول تعريفي بموضوع السكر وبالقصه اللي احنا هنشتغل بيها. استنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. مش هنطول عليكم في الفيديو ده، هنكون سلسله فيديوهات قصيره عشان خاطر ما تزهقوش ويبقى الموضوع واضح. هنتكلم في الفيديو الجاي، هنبدا نتكلم على النظام الغذائي وازاي نبدا من الصفر وبشكل جذري بحيث ان انت تلحق الموضوع.